السلام عليكم. وانا بقلب في التيك توك فلقيت الاثنين الافاضل اللي صورتهم على الشاشه. الاولاني انسان محترم سعودي ما نطقش ولا كلمه، هو قاعد، والتاني سوري لاجئ في مصر. اوكي، السوري قاعد عمال يقول لك والعلاج في مصر واللي بيعيا، وانا دخلت عند دكتور ولقيته 250 جنيه كشف من قبل ما تتكلم، وبعدين يحولك على معمل والمعمل يحولك على اشعه وحاجات زي كده. فازاي يتعمل ده وازاي يجرى ده؟ هو انا هسال حضرتك سؤال، هو لما دخلت لقيتهم كده قالوا لك انت سوري او يمني او افريقي اركن على جنب، والمصريين على راسهم ريشه ومركونين على جنب؟ لا يا حبيبي، كلنا عايشين نفس الظروف يا بابا. وعندك حاجه اسمها القصر العيني، لو انت ما معكش روح القصر العيني، تذكره ب20 جنيه هتتعالج، وتعالج ال50,000 عيل اللي جبتهم من ساعه ما نزلت من سوريا لهنا. انتوا ما شاء الله ده اكتر جاليه بتخلف في مصر هم السوريين. يعني انتوا شفطينها، يعني انتوا مخلفين واخدين معونات وبتاكلوا زينا اكل مدعم. احنا جيب سنه من السنين ما لقيناش سكر، كنتوا شافطين وكنتوا بتعملوا بيه حلويات وتقفوا بيه في اشارات المرور تبيعوه. يعني احنا مستحملين ده، انتوا عبء علينا، ومع ذلك طالع عمال تشتكي. ولا تشتكي، ارجع بلدك يا عم. احنا كده دي بلدنا، واحنا اساسا والله بندفع زينا زيك، وبنخرج نروح على المعمل، ومن بعد المعمل بنروح على لو كان كاتب لنا اشعاعات وحاجات. ارجع بلدك على الاقل. ده حافظ اسمه بشار الاسد قاعد عمال يقول ارجعوا ارجعوا. مش عايزين ترجعوا ليه؟ ولا هي القعده هنا حليت لكم؟ هي حليت لكم من بعد ما البيع في محل اشارات المرور بقيتوا اسم الله عليكم اصحاب محلات، ومنكم اللي بيتنك ويتجعس قوي كده على الفيسبوك ويقول لك احنا مشغلينكم بفلوسنا. خد فلوسك واطلع منها يا قلبي، ما احناش عايزينك يا روح. يعني العالم دي ما احناش عايزينها، العالم اللي جايه تضرب عيال ما احناش عايزينها. ده بقى السوري اللي بالمنظر ده، مع احترامي الكامل ان في سوريين في مصر في منتهى الاحترام، يعني عالم ما حد سمع منهم حاجه وعاملين مشاريع ومشغلين وناس زي الفل، دول اهلا بيهم على دماغنا من فوق. نيجي بقى للحج السعودي. حضرتك قاعد ماسك السبحه ومتاثر قوي، وقاعد عمال تبص للراجل وتعمل كده. صعبان عليك؟ خده. صعبان عليك يا حبيبي هو واللي زيه. احنا عندنا في مصر يجي 10-15 مليون سوري، خدهم يا قلب. الله يحيي المملكه، الله يحيي المملكه ويديمها في عز. خدهم، على الاقل هيجاوروا بيت ربنا، وهيبقى يعني انت كسبت فيهم ثواب، بدل ما تطلع وعمال تتمصمص شفايفك ان شوفوا مصر الناس بتشتكي منها. انا عايزه اقول لحضرتك مع احترامي الكامل لكل الدول، مصر شايله مش فوق طاقتها، فوق طاقه 10 بلدان زيها. وكفايه اللي رئيسنا بيشوفه واللي بيحاول يعمله عشان يوفر الاكل والشرب للي موجودين جوه مصر. في مصر مفيش تمييز، زينا زيهم، بياكلوا زينا، بنشرب زينا، بندخل مستشفى نتعامل زيهم وهم زينا، بيتعلموا في مدارسنا بالمجان. مفيش حاجه اسمها اصل ده المواطن وده المقيم. ماشي حضرتك؟ فيعني ايه؟ معلش، يعني بدل ما انت كنت قاعد كده ويعني متضايق، عشان خده يا حبيبي، خده، يعني خده هو وعيلته، تكفل بيهم، محدش قالك حاجه، على الاقل هيبقى ليك ثواب عند ربنا. ماشي؟ يلا فوتك بعافيه.